بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي الحلوين؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده موعدنا مع البرهان الاستدلالي للصف الاول الاعدادي، حصه مهمه جدا 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 لانها تعتبر اساسيات البرهان. لبعد كده لو فهمتها كويس جدا وتاسست فيها، صدقني ان البرهان بالنسبه لك بعد كده حاجه بسيطه خالص. تعال نفهم الاول يعني ايه كلمه برهان. كلمه برهان يا شباب يعني ان انا بقول لك اديني اثبات للخطوات او بالخطوات للمساله اللي قدام منك. يبقى كلمه برهان تعني اثبات، تعني برهن ان، او باختصار شديد هي الخطوات الحل بس بطريقه رياضيه. يعني هتذكر السبب في شكل ايه؟ خطوات رياضيه. يبقى انا كلمه البرهان معناها انك هتذكر السبب اللي هتجيب له فيه المطلوب اللي هو عايزه بس بشكل خطوات رياضيه. هنتعلمها مع بعض. طيب البرهان بتاعك بيتكون من ايه؟ بيكون هو مديك حاجه اسمها المعطيات، ودي بتساعدك في حل السؤال. يبقى المعطيات دي بتساعد في حل البرهان، ودي بنستخدمها وبتساعدنا جدا جدا. المطلوب ده الحاجة اللي هو طالبها انك تجيبها. يعني يجي يقول لك مثلا اوجد قياس زاوية، اثبت ان في زاوية بتساوي زاوية. اوجد مثلا اثبت ان الثلاث نقاط تقع على استقامة واحدة، اثبت ان خط مستقيم عمودي على خط مستقيم. ده بيطلب منك في الجزئية دي. اما البرهان هو عبارة عن جزئين، جزء من عنده من المعطيات وجزء من عندك. تعال اما اديك مثال بسيط جدا عشان تفهم يعني ايه برهان. لما اقول لك دلوقتي يا هندسه انت ليه فاتح الفيديو دلوقتي وبتسمعني؟ هتقول لي يا مستر عشان انا عايز اتفوق وافهم البرهان. اهو بالظبط كده، انت فاتح الفيديو علشان عايز تفهم البرهان. فزي ما سألتك السؤال انت جاوبتني علشان انا عايز كذا. طب سؤال تاني، لما اقول لك دلوقتي انت لابس شتوي ليه؟ هتقول لي علشان الجو ساقع. اهو بالظبط كده، البرهان بتاعي هو بيسألك بيقول لك حاجة وانت بتجاوب عليها بحاجة تانية. تعال نشوف سؤال بالخطوات علشان نفهم اكتر. بص يا هندسة معايا وركز معايا قوي. مثال واحد في الشكل المقابل، إذا كان باء تنتمي ألف جيم، لازم كل معلومة هيقولها لك في السؤال هنستنتج منها حاجة. يعني إيه باء تنتمي ألف جيم خط مستقيم؟ ألف جيم خط مستقيم وباء تنتمي في النص، معنى يقول لك كده إن ده خط مستقيم والباء تنتمي إلى الخط المستقيم. يعني زاوية مستقيمة ب180 درجة. يبقى أنا استنتجت من باء تنتمي ألف جيم خط مستقيم إن أنا معايا زاوية مستقيمة ب180 درجة. قياس زاوية د ب أ بتساوي 50 درجة. تروح على طول تحددها على الرسم. د ب أ الزاوية دي يا مستر دي كده ب50 درجة. أوجد قياس زاوية د ب ج. قياس زاوية د ب ج تعال برضو نحددها، اللي هي الزاوية دي. عايز يجيب زاوية دي د ب ج. ده بسيطة خالص يا مستر. طيب البرهان بتاعنا زي ما اتفقنا بيتكون من ثلاثة. المعطيات اللي هو اداها لك فوق دي في رأس السؤال وقال لك في الشكل المقابل، أول خطوة تروح تكتب كلمة المعطيات زي ما أنت شايف وتكتبها لي هنا كده. أما المطلوب يقول لك أوجد، فأنت مش هتيجي تقول له أوجد قياس، أنت مش هتقول له هات، هو مش هيجيب. فأنت المفروض بدل ما تكتب كلمة أوجد تقول لي إيجاد قياس زاوية كذا. بعد كده البرهان حتة من عنده وحتة من عندك. تعال نشوف هنعمل ايه عشان نجيب الزاوية المطلوبة. رقم واحد نقول له بما أن باء تنتمي ألف ج، كده أنت بتقول له إن كده عندك خط مستقيم. باء تنتمي ألف ج، يبقى أنا كده كتبت من عنده إن باء تنتمي ألف ج، إذا أنا كده عندي خط مستقيم. بما أن قياس زاوية ألف باء د، ألف باء د زائد أنت عندك خط مستقيم مقسوم لزاويتين، الزاوية اللي فيها نقطة والزاوية اللي فيها إكس. فأنت تقول له إن مجموع الزاويتين ب180 درجة. يبقى قياس زاوية ألف باء د زائد قياس زاوية د باء ج، دي بتساوي يا مستر 180 درجة. فاصلة. وقال لك كمان إن قياس زاوية د ألف باء أو د باء ألف بتساوي 50 درجة. فأقول له د قياس زاوية د باء ألف بتساوي 50 درجة. يبقى الزاوية اللي أنا عايزها، أنا عرفت كده إن مجموع الزاويتين دول ب180 درجة. أنا معايا واحدة فيهم ب50، يبقى التانية هقول 180
ناقص 50 يتفضل لك 130 درجة. معايا تورتة ب180 جنيه، شلت منها 50 جنيه، فاضل 130 جنيه. فنقول له إذا وقياس الزاوية اللي أنا عايزها اسمها إيه؟ د باء ج. د باء ج يا هندسة، هتقول لي 180، القطعة كلها الخط المستقيم كله ب180. طيب أنا معايا حتة منه ب50، يبقى ناقص 50، هيتفضل لك 130 درجة، وهو المطلوب اللي أنا عايزه، وهو المطلوب. يبقى تاني يا هندسة، المعطيات وكتبتها من اللي هو اداهولك، بعد كده المطلوب إيجاد الزاوية اللي هو عايزها، بعد كده البرهان، حتة من عنده وحتة من عندي. كتبت بإن بقى تنتمي ألف جيم هو اداهالي، وبعدين قلت له الزاويتين دول ده عشان ده خط مستقيم ب180 درجة، والزاوية اللي أنت اديتها لي ب50، يبقى الزاوية اللي أنت عايزها 180 ناقص ال50 هتديك 130. أتمنى تكون فاهمها يا هندسة، ولو أنت فاهم حتى الآن ما تنساش تدعمنا باللايك، عشان نستمر معاك ان شاء الله وتفهم وتبقى زي الفل. نشوف السؤال التاني لهندسة، بيقول لك في الشكل المقابل قياس زاوية ألف ميم باء بتساوي 50 درجة. زي ما علمتك على طول روح على طول حددها، ألف ميم باء الزاوية دي كده ب50 درجة، وباء ميم جيم ب90 درجة. طيب هو ما كانش قايلها لك، بس هو كان حاطط مربع هنا، لو حط مربع وما قالش اعرف على طول ان الزاوية ب90 درجة، وخدنا الكلام ده كويس جدا في الترم الأول. وقال لك قياس زاوية ألف ميم د، ألف ميم د، ألف ميم د الزاوية دي اللي فيها إكس بتساوي قياس الزاوية ج م د الزاوية اللي فيها إكس التانية. معنى كده إن الزاويتين دول متساويتان في القياس. يعني عايز يوصل لك رسالة، بيقول لك إن الاتنين دول مثلا لو جبتهم من الاتنين ب200 درجة، دي تاخد 100 ودي تاخد 100. لو طلعوا الاتنين ب100 درجة، دي تاخد 50 ودي تاخد 50. دي دي الرسالة اللي بيوصلها لك بالمعلومة الحتة دي. أوجد قياس زاوية ألف ميم د، روح حدد المطلوب اللي هو عايزه، ألف ميم د الزاوية اللي أنا هحط فيها قوسين دي، هو عايز يجيب الزاوية دي. لو جبت الزاوية دي يبقى أنت كده وصلت اللي أنت عايزه. زي ما اتفقت معاك بنكتب المعطيات، المطلوب، البرهان. المعطيات بنكتبهم اللي هو كتبه قبل كده زي ما أنت شفت أنا كتبته، ألف ميم باء بتساوي 50، وقياس زاوية باء ميم ج ب90، وزاوية ألف ميم د بتساوي قياس زاوية ج ميم د. والمطلوب إيجاد قياس زاوية ألف ميم د. البرهان. طيب ركز بقى معايا كده، أنا عايزك تاخد من هندسة الشكل أنت شايف إيه قدام منك. هل أنت شايف خطوط مستقيمة متقاطعة؟ هل قال لك في خطين مستقيمين متقاطعين؟ ولا شعاعات خارجة من نقطة واحدة؟ أنا عندي يا مستر عدة شعاعات خارجة من نقطة واحدة، ركز معايا كده. شعاع واحد، الشعاع التاني، الشعاع التالت، الشعاع الرابع خارجين من نقطة واحدة. جميل. فتقول لي كده أول خطوة إيه؟ بما أن مجموع الزوايا المتجمعة حول نقطة واحدة تساوي 360 درجة. يبقى لو لقيت شعاعات خارجة من نقطة واحدة، إذا مجموع الزوايا المتجمعة حول نقطة تساوي 360 درجة. فتقول لي بما أن قياس زاوية باء م ج بتساوي 90 درجة، وقياس زاوية ألف م باء دي بتساوي 50 درجة، وقياس زاوية ألف ميم دال اللي أنت عايزها دي بتساوي قياس زاوية دال ميم جيم. فأنا هقول يا مستر الزاويتين دول بما إنهم قد بعض فزاويتين، فأنا هقسم على الاتنين، فأنا هقول 360 هطرح منها ال50 زائد ال90، واللي هيطلع هنقسمه على كام؟ على الاتنين. يعني نقدر نقول دلوقتي قياس زاوية ألف ميم دال هتساوي 360 ناقص 140 على الاتنين، هيديك 110 درجة. نقول تاني، مجموع الزوايا المتجمعة دي كلها ب360، خدت منهم 50 و90، يعني خدت منهم 140. اللي فاضل عندك كام؟ فاضل عندك 220، دي تاخد 110
ودي تاخد 110. قلناها ازاي؟ بما ان هتذكرها امتى كلمة بما ان؟ عبارة عن نقطتين ونقطة تحتهم، عبارة عن سمايل لتحت كده. طيب امتى اقول بما ان؟ لو هقول حاجة موجودة على الشكل دي معطى. اما لو هقول اذا يبقى الحاجة اللي هقولها من عندي زي ما انت شفت كده في الاخر. اذا اذا الزاوية قياسها كذا. اما لما اقول بما ان، لما يكون حاجة هتجيبها منين؟ من هندسة الشكل. اتمنى تكون فهمت يا هندسة. يلا نشوف السؤال اللي بعده. يلا ركز معايا كده. بيقول لك في الشكل المقابل ده، إذا كان قياس زاوية أ ب 100 درجة، عندك زاوية أ دي كده ب 100 درجة، هو اللي بيقول لك دي ب 100، وقياس زاوية أ ج ه ب 150. أ ج ه الزاوية دي كده ب 150 درجة، ود ج ه ب 130 درجة. د ج ه 130 درجة. اثبت أن أ ب شعاع يوازي ج د. طبعا التوازي خدناه في الترم الأول، فاحنا شطار فيه جدا. تعال ما أفكرك بيه كده. التوازي كنت بثبت توازي لو عندك زاويتان متبادلتان، يعني عاملين حرف الزد متساويتان في القياس. كنت برضو بثبت التوازي لو كان عندي زاويتان متناظرتان متساويتان في القياس، أو زاويتان متداخلتان وفي جهة واحدة من القاطع ومتكاملتان يعني ب 180 درجة. أقدر أقول في الحالة دي إن الشعاعان أو الخطين المستقيمان مالهم؟ متوازيان. طيب أنا عايز أوصل لأي حالة منهم. تعال نشوف مديني إيه وأنا عايز أوصل لإيه. اداني الزاوية دي 130 و150. شوف اللي هو عايز يثبتهم متوازيان فين. تعال نحددهم كده باللون الأصفر ده، الأحمر. دول كده، هما دول بيكونوا حرف إيه؟ أنا عايزك تسأل نفسك. ها، بيكون لك حرف إيه يا مستر؟ لو وصلت القاطع بينهم اللي هو الألف جيم ده بيكونوا حرف اليو يا مستر، صح؟ أهو. يبقى حرف اليو، يبقى أنت عايز توصل لإيه؟ لزاويتين مجموعهم 180 درجة. أنت عندك حتة فيهم ب100، يبقى أنت عايز توصل للحتة التانية دي. طب نجيبها منين؟ خد بالك كده معايا. لو أنت بصيت على الشعاع ده شعاع، وده شعاع، وده شعاع، التلاتة دول خارجين من نقطة واحدة. طيب لسه قايلين في السؤال اللي فات إن أي شعاعات خارجة من نقطة واحدة مجموع الزوايا المتجمعة بتساوي 360 درجة. يبقى أنا لو جبت الزاوية التالتة دي، تمام، وبعدين نشوف هل الزاويتين اللي جوه دول ب180 ولا لأ. تعال نشوف كده. طبعا كتبنا المعطيات وبعدين كتبنا المطلوب إثبات أن أ ب شعاع يوازي ج د البرهان. فنقول له بما أن كده قياس زاوية ج د ج ه بتساوي 130 درجة، وقياس زاوية أ ج ه بتساوي 150 درجة. وبما إن مجموع الزوايا المتجمعة حول نقطة تساوي 360 درجة، يبقى إذن قياس زاوية د ج أ هتساوي، مادام عايز تجيب زاوية من زوايا متجمعة حول نقطة يبقى تقول لي 360 يا مستر ناقص الزوايا الموجودة، إن عندي 130 وكمان 150، يبقى عندك هنا كده 280. طيب 360 ناقص 280 هيتفضل لك 80 درجة. يبقى الزاوية دي كده الحتة دي كده ب80 درجة. فتقول لي بما أن قياس زاوية أ زائد قياس زاوية أ ج د الاتنين دول 100 زائد 80 بتساوي 180 درجة، وهما في متداخلتان وفي جهة واحدة
يبقى إذا ألف باء شعاع يوازي جيم دال شعاع. أتمنى تكون فاهم معايا هندسة وماشي معايا خطوة بخطوة. أنا عارف أنتوا شطار وفاهمين جدا. يلا خش السؤال اللي بعده مع بعض. يلا نشوف السؤال الجميل ده، سؤال جميل جدا جدا. بيقول لي باستخدام معطيات الشكل. هنا قال لي باستخدام معطيات الشكل، يعني انت اللي تطلع المعطيات. طيب تعال نشوف. قال لي ايه؟ اوجد قياسات زوايا المثلث ا ب ج. يعني عايز تجيب زاوية باء، وعايز تجيب زاوية ج، وعايز تجيب زاوية ألف. طيب بداية كده عشان تجيب 3 زوايا ومش مديك أي حاجة منهم، فأنت لازم تستعمل معلومات خارج المثلث. تعال نشوف. قال لي إيه؟ حط لي السهمين دول اللي أنت شايفهم دول، وحط السهمين دول. معنى سهمين وسهمين أو سهم وسهم والاتنين ماشيين نفس الاتجاه عاملين زي قضبان الحديد كده، دي معناها توازي. خدناها في الترم الأول أهو. لو أنت خدت بالك باللون الأصفر أهو، الحتة دي ماشية مع الحتة دي، يبقى كده في توازي وحط لي سهمين هم. طيب التوازي بستنتج منه ايه؟ 3 حاجات بستنتجهم، يا اما حرف زد، يا اما حرف اف، يا اما حرف يو. اللي ظاهر معاك هنا ركز معايا، هظلله لك اهوت باللون الاحمر. لو انت خدت ده بيوازي ده، وده قاطع لهما، ده كده قاطع لهما. وهكمله لك كمان، هعمله لك كده بالاسمر. خد بالك كده حرف الزد ده. يبقى انت كده عندك حرف الزد، يبقى الزاوية 70 دي بتساوي ج 70 درجة بالتبادل. يبقى انا كده لسه ما حلتش بس عرفت معلومة. تعال نشوف حرف الزد التاني، نعمله باللون الاخضر. لو انت خدت بالك من الحتة دي كده، الهاء الف شعاع، وكمان الباء ج قطعة مستقيمة، والقاطع لهما الحتة دي. ولو ظللتها لك باللون مثلا اي لون تاني، وليكن الازرق برضو الغامق شوية اهو، يبقى كده ده حرف الزد المقلوب التاني، ده عكس ده. يبقى كده على طول فهمت فيه برضو حرف الزد دي ب50، دي ب50 درجة بالتبادل. كلنا شطار وعارفين إن المثلث بتاعنا عبارة عن تورتاية ب180 جنيه. خدنا منهم ب50 جنيه زاوية باء، وكمان ب50 جنيه زاوية ج. يبقى إذا فاضلنا ب60 جنيه زاوية مين؟ ألف، اللي هي اسمها باء ألف ج. نكتب الكلام اللي احنا عملناه ده كده في شكل برهان واضح وجميل. نرجع برسمتنا تاني وبص معايا كده، احنا كتبنا معطياتنا خلاص. نكتب بقى الايه؟ البرهان. نقول له بما ان هاء د يوازي باء ج قطعة مستقيمة، وألف ج قاطع لهما. يبقى استنتج ان قياس زاوية. يبقى اذا بقى انا كتبت بما ان حاجة من على الرسمة، يبقى اذا الحاجة اللي انا هقولها من عندي قياس زاوية د ألف ج. وخد بالك أنا قلت زاوية د ألف ج ب3 رموز، لأنها زاوية في جنبها زوايا مجاورة، مينفعش أقولها ألف وأسكت. دي هتساوي يا مستر قياس زاوية ج هتساوي 70 درجة. وما تنساش تكتب جنبها بالتبادل عشان يعرف إنك طالب شاطر ومركز في حلك. الخطوة التانية اللي هو الجزء التاني اللي على اليمين، تعال نعكسه مع بعض كده. نقول له بما أن برضو ألف باء قاطع لهما، هو لهما ديت عايدة على مين؟ على هاء د وباء ج. يبقى إذا قياس زاوية هاء ألف باء هتساوي قياس زاوية باء تساوي 50 درجة برضه بالتبادل. وما تنساهاش طبعا لأنها حتة مهمة. كده أنا معايا زاويتين زي ما اتفقنا، واحدة فيهم ب70 والتانية ب50، يبقى نجيب له الزاوية التالتة. فنقول له بما أن مجموع قياسات زوايا المثلث تساوي 180 درجة. يبقى إذا قياس زاوية باء ألف ج 180 درجة ناقص 50 زائد 70 هتساوي دول كده ب120 درجة، يبقى إذا 60
درجة. نشوف بقى ايه اللي مستنيك كمان شوية، ركز معايا كده علشان نشوف اللي جاي. دلوقتي يجي دورك يا دكتورة، انت والهندسة اللي بتتفرج على الفيديو دلوقتي، حل وريني شطارتك. وما تنساش تبعت لي الواجب على الرقم 010 10 45 76 76. ان شاء الله هعلمهولك واقول لك الصح من الغلط. ولو عايز تتابعنا على المنصة الاونلاين برضو اتكلمنا على الرقم ده. ولو عايز تاخد الملزمة بتاعتنا برمز بسيط جدا برضه اتكلمنا على نفس الرقم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.